لو ناوي تشتري كارت شاشة الفترة اللي جاية، فخليني اقولك ان الموضوع مش مجرد ارقام وموديلات. الموضوع انك تختار الصح لاستخدامك من غير ما تدفع في حاجة مش هتفيدك. في الفيديو ده بقى هنتكلم عن كل حاجة محتاج تعرفها علشان تختار كارت الشاشة المناسب ليك، سواء بتلعب، بتمنتج، او شغلك تقيل. هقارن لك بين انتل واي ام دي ونيفيديا، وهقولك تشتري ايه حسب ميزانيتك واستخدامك عشان تطلع من الفيديو ده وانت واخد قرارك وانت مطمن. بس يلا قبل ما نبدأ انزل حط لايك واشترك في القناة. لو حابب ان انا اكمل في نوع المحتوى ده ما تنساش تدعمني على انستا باي او باتريون. اولا، يعني ايه كارت شاشة؟ جي بي يو. كارت الشاشة او الجي بي يو هو المسؤول عن كل حاجة بتشوفها على الشاشة، من اول تصفح عادي لحد الجرافيكس التقيل في الالعاب والمونتاج والجرافيك ديزاين. هو اللي بيترجم البيانات لصورة او فيديو تقدر تشوفهم او تتفاعل معاهم. كل ما كانت البطاقة اقوى كل ما تجربة الجيمنج او التصميم تبقى افضل. دلوقتي لو انت من محبي الالعاب او الشغل اللي بيحتاج جرافيك عالي لازم تهتم بالبطاقة وتجيب كارت شاشة عالي. في نوعين من كروت الشاشة. النوع الأول الكروت المدمجة الانتجريتد، أو النوع المستقل اللي هو الديديكيتد. أول سؤال لازم تسأله لنفسك، أنا استخدامي بسيط ولا تقيل وعايز أداء عالي؟ الكروت المدمجة بتكون مدمجة جوه البروسيسور نفسه، زي انتل يو اتش دي أو اي ام دي ريدون فيجا. مش محتاجة تبريد إضافي أو باور عالي، بتشارك الرامات بتاعت الجهاز، يعني مش ليها في رام منفصل. مناسبة لو استخدامك تصفح انترنت، شغل اوفيس، حاجات خفيفة زي فوتوشوب بسيط. ارخص وتكفي لو مش ناوي تعمل شغل تقيل. العيب ادائها محدود جدا في الالعاب او البرامج التقيلة. الكروت المستقلة بيكون كارت منفصل تماما ليه في رام خاصة بيه، اداء اعلى بكتير، مصمم يشغل الجرافيك والتأثيرات التقيلة، بيحتاج تبريد كويس وباور اعلى، بيشتغل بكفاءة في الجيمز، برامج المونتاج والتصميم، 3D ريندر، الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. الميزة أداء احترافي وفرق واضح في السرعة. العيب سعر أعلى، استهلاك طاقة أكتر وسخونة أكبر. يعني ايه في رام؟ الفي رام هي اختصار لفيديو رام، ودي الذاكرة اللي كارت الشاشة بيستخدمها علشان يخزن فيها الصور والفريمات والتفاصيل الرسومية او حتى المشاهد اللي بتتعرض قدامك. يعني كل ما كانت الفي رام اكبر كل ما الكارت يقدر يعالج صور اكتر بجودة اعلى، وده دور الفي رام. طب ايه الفرق بين الرام العادية والفي رام؟ هسيب لكم الجدول ده يوضح لكم الفرق. طيب اختار كارت في رام قد ايه؟ لو استخدامك عادي من 2 ل 4 كفايه جدا، ولو جيمز 1080 بكسل 6 جيجا على الاقل، لو مونتاج 4K او جيمز تقيله 8 وانت طالع. طيب ايه الفرق بين انتل جرافيكس واي ام دي ريدون ونيفيديا؟ كروت انتل جرافيكس اغلب الوقت بتكون كروت مدمجه انتجريتد، بتيجي مع بروسيسورز زي انتل يو اتش دي او اريس اكس اي، مش موجهه للالعاب او المونتاج التقيل، لكنها مناسبه لاستخدام يومي زي تصفح فيديوهات، شغل اوفيس، اجتماعات اونلاين. مؤخرا نزلت انتل ارك، وهي كروت مستقله جديده من انتل بتنافس بيها اي ام دي ونيفيديا في الفئة المتوسطة. مميزاتها موفرة للطاقة لكن كويسة في الاستخدام العادي وسعرها منخفض. عيوبها الأداء ضعيف في الجيمز أو برامج الجرافيك التقيلة. شركة AMD ريدون بتقدم كروت مدمجة زي ريدون فيجا ومستقلة زي RX 6600، موجهة للجيمرز والمونتاج والمستخدمين اللي عايزين أداء عالي بس بميزانية معقولة. بتشتغل كويس مع بروسيسورز رايزن لأنهم من نفس الشركة. مميزاتها أداء ممتاز مقابل السعر وكويسة للجيمز والمونتاج. عيوبها بعض التعريفات مش دايما مستقرة والدعم فيه شوية برامج مش بنفس قوة انفيديا تعتبر رقم 1 في كروت الشاشة المخصصة خصوصا للفئات العالية. عندهم سلسلة جي تي اكس فئات متوسطة وسلسلة ار تي اكس فئات عالية جدا بتدعم تقنيات زي ري تريسنج والدي ال اس اس. الافضل في المونتاج طبعا والالعاب التقيله والذكاء الاصطناعي والجرافيك ال 3 دي. مميزاتها اداء فائق، دعم ممتاز، تقنيات حديثه. عيوبها اسعارها عاليه خاصه الكروت الجديده. شركة نيفيديا عندها كروت كتير جدا
لكن نقدر نقسمهم لثلاث فئات رئيسية. الفئة الاقتصادية الانتري ليفل، دي مناسبة للمبتدئين او الناس اللي بتدور على كارت بسيط بس احسن من الكارت المدمج، زي جي تي اكس 1650، مناسب للجيمز الخفيفة على 1080 بكسل زي فورتنايت، بابجي لايت، فيفا. اداؤه يعتبر متوسط او تحت المتوسط، بس افضل من كارت مدمج بفرق واضح. وعندنا برضو جي تي اكس 1050 تي اي، قديم شوية لكن لسه شغال كويس في الجيمز الخفيفة او شغل خفيف في المونتاج. مميزاتهم كروت رخيصة بتستهلك كهرباء قليل. عيوبها الفي رام قليلة، مفيش دعم للري تريسنج او الدي ال اس اس. الفئة التانية الفئة المتوسطة الميد رينج، الفئة دي هي الاكثر انتشارا وبتقدم افضل توازن بين الاداء والسعر، زي الار تي اكس 3050، اول كارت رخيص من سلسلة ار تي اكس، بيدعم ري تريسنج والدي ال اس اس، مناسب لالعاب 1080 بكسل و1440 بكسل، كويس كمان للمونتاج وللخصوص ده اللي انا بستخدمه دلوقتي. عندنا كمان RTX 3060 و RTX 3060 Ti، من اقوى الكروت المتوسطة، بيشغل العاب حديثة على هاي او الترا ب 60 FPS وثبات عالي. والتي اي اقوى بنسبة 15 ل 20%. مميزاتهم اداء ممتاز، دعم للذكاء الاصطناعي، شغل تقيل باداء ثابت. عيوبهم محتاجة باور عالي، ممكن سعرها يزيد مع الطلب. نيجي بقى للفئة الوحش، الفئة العليا الهاي اند، الفئة دي للمحترفين، جيمرز تقال ومونتاج 4K او 3D ريندر، زي RTX 3070 او 3080، قوة خارقة، شغل العاب على 2K او 4K ومونتاج احترافي، مناسب كمان للاي اي 3D ريندر وانريل انجين. وعندك كمان 4070 و4080 و4090، دول بقى الوحوش الجديدة ادائهم فوق الخيال. RTX 4090 يعتبر اقوى كارت شاشة في العالم حاليا بس سعره عالي جدا. المميزات اعلى اداء، تبريد احترافي، تقنيات حديثة جدا. عيوبهم بقى سعرهم نار وبتحتاج باور سبلاي محترم يعني. شركة AMD بتقدم كروت قوية جدا خصوصا للناس اللي عايزة اعلى اداء بسعر اقل مقارنة بانفيديا. وعندنا ثلاث فئات. اول فئة الفئة الاقتصادية انتري ليفل، مناسبة للالعاب الخفيفة على 1080 بكسل وعلى العاب زي اي سبورت، منها RX 6400 وده للعب الخفيف زي لعبة لول وكونتر سترايك جو. وعندنا برضو كارت RX 6500 XT، اقوى شوية، بيدي اعدادات متوسطة. العيوب ان الفي رام قليلة ومش الافضل في المونتاج. الفئة المتوسطة ميد رينج بتدي افضل توازن بين السعر والاداء، مناسبة ل 1080 بكسل و 1440 بكسل، منها كروت زي RX 6600 و 6600 XE، ممتازين للالعاب على الترا 1080 بكسل. وعندك برضو كارت RX 6700 XT قريب من RTX 3070. العيوب مش كل البرامج بتدعمها بكفاءة. نيجي بقى للفئة العليا الهاي اند، بتدي اداء قوي جدا ل 2K و 4K والمونتاج، منها كروت زي RX 6080 و 6080 XT، منافسة ل RTX 3080. وعندك برضو كروت زي RX 6900 XT و 6950 XT، اداء فلاج شيب حقيقي يعني. العيوب ان الدي ال اس اس لسه مش موجودة بنفس قوة انفيديا. نيجي بقى للجيل الجديد، هسيب لك الجدول ده يوضح لك ايه هو الجيل الجديد والكروت بتاعته. الفي رام مش كلها زي بعض، نوع الذاكرة بيأثر على سرعة نقل البيانات بين كارت الشاشة وباقي مكونات الجهاز. عندنا نوعين، الجي دي دي ار 5 والجي دي دي ار 6. ال5 نوع قديم شوية، كان منتشر في كروت زي الجي تي اكس 1050 و 1060، لكن لسه شغال كويس بس بقى بطيء مقارنة بالجديد. السكس ده الجيل الاحدث، اسرع بمرتين تقريبا، موجود في كروت الار تي اكس 3060 والار اكس 6600 وانت طالع، مفيد جدا بقى لو بتلعب العاب حديثة او بتمنتج فيديوهات عالية الجودة. كارت الشاشة لما يشتغل بيولد حرارة، ولازم أن يكون عنده نظام تبريد يحافظ على درجة الحرارة في حدود آمنة. في كروت بتستخدم مروحة سنجل فان، في كروت بتستخدم مروحتين أو ثلاثة دبل وتريبل فان، وبعض الكروت العالية بيكون فيها تبريد مائي كمان. التي دي بي الثيرمال ديزاين باور ده الرقم اللي بيقولك الكارت بيستهلك قد إيه كهرباء وبيسخن قد إيه. يعني مثلا الجي تي اكس 1650 حوالي 75 واط بارد وما ينفعش باور كبير، والتي دي بي ار تي اكس 3080 حوالي 320 واط محتاج باور عالي وتبريد عالي. ودي نصايح وانت بتشتري الكارت بص عليها.
اول حاجه قبل ما تشتري كارت شاشه حدد استخدامك وما تشتريش كارت اغلى من احتياجك. بص، لو استخدامك بسيط زي تصفح او شغل اوفيس، الكارت المدمج هيكفيك زي انتل يو اتش دي او اي ام دي فيجا. لو هتلعب جيمز بص على الفي رام والاف بي اس، يعني لا تقل عن 6 جيجا او 4 جيجا، ودعم تقنيات زي الري تريسنج والدي ال اس اس، امثله زي اللي هيظهروا على الشاشه دلوقتي. لو هتشتغل مونتاج او 3D ركز على الفي رام، يفضل يبقى من 6 ل 8 او اعلى كمان، ويكون عدد الكودا كورز عالي او بيدعم الاوبن سي ال ويتوافق مع برامج زي بريمير وبلندر، ودي امثله زي اللي هيظهروا على الشاشه دلوقتي. ودايما قبل ما تشتري تأكد ان الباور سبلاي كافي والبروسيسور ما يعملكش بوتل نيك او عنق الزجاجة. المذر بورد فيها بي سي ال اي اكس 16. واخر حاجة قارن الكروت بنفسك على موقع زي يوزر بنش مارك او تيك باور اب او جي بي يو تشيك، وما تسمعش بس كلام البيع. خلاصة الكلام، اعرف احتياجك، اختار صح، وفر فرق السعر في رامات او اس اس دي افضل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون عجبك. ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة، ولو حابب ان نوع المحتوى ده يستمر ما تنساش تدعمنا على انستا باي او باتريوم. اشوفكم الفيديو الجاي. وبس كده يا صاحب، كده وصلنا لنهاية المقطع. لو المقطع عجبك حط لايك واشترك في القناة وسيب رأيك في كومنت، وانا هكون سعيد جدا ان انا ارد عليك. وسلام.